عكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات نعم. ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. فرجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعد من يبلغه أن يكون أوعى له من بعد من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه. وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. نعم. رواه مسلم. تلاحظون قضيبا من أراك، هذا السواك، هذا قضيبا من، وإن كان قضيبا من أراك، هذا يحاسب يوم القيامة. فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. كلام خطير جدا يعني. وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. لذلك الإنسان ينزه نفسه أن يأخذ شيئا من الناس، حتى لو عن طريق الحياء. عن طريق الحياء أيضا يعتبر حرام يعني. تجد قلم مع إنسان: والله هذا القلم يعجبني، خذه لك. هو لم يكن يخطر في باله أن يعطيك القلم، أنت أخذته عن طريق الحياء، هذا أيضا فيه إثم. تجد معه شيء يعني يقول: والله هذا جيد أعجبني، خذه. هذا كله فيه نوع من الحياء، هذا فيه حرمة، هذا حتى لو قال لك، لكن هو لم يفكر قبل ذلك يعني. أنت جعلته يستحي ويقول لك: أخذ هذا. نخشى ما نخشى يوم القيامة تحرم الجنة بسبب هذا التصرف يعني. لا، اذهب واشتري قلما، أين المشكلة يعني؟ لكن هو إذا أعطاك من نفسه هكذا هدية دون هذه الطريقة، هذا لا مانع منه. أما بعضهم يجعلك تحرج يعني، معك كتاب كذا، يحاول أن يأخذ منك شيئا بالطريق الغير مباشر، هذا كله خطير. نعم. وعن عدي بن أميرة رضي الله عنه قال: أميرة أم عميرة؟ أميرة بالضم العين يعني. طيب، أنا عندي بالفتحة ما شاء الله. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا محية فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. قال: وما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقوله الآن: من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. نعم. الغلول هذا يعني تعرفون الغلول هو قبل توزيع الغنائم، قلنا هذا غلول. نعم. قلنا غل وغل وغل، هل تعرفون الفرق بينهم؟ إذا كسرنا الغين وضممنا الغين، كسر ضم فتح. بالكسر غل حقد كراهية. نعم. والغل قيد.
أغلال. نعم. والغل وما يؤخذ من الغنائم قبل توزيعها. غل حقد، كراهية، إحن. نعم. والغل بالضم، ضم الغين، هذا قيد. طيب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة، رواه مسلم. نعم. إذن هذا يعني يقول عنه شهيد، فالنبي قال كلا. وتلاحظون لم يقل لا، كلا كلمة زجر، يعني كأنه كان منزعجا من هذه الكلمة. يعني ذلك لا نقول فلان شهيد وفلان ليس شهيدا، الله أعلم يعني. وإن قلنا ولا بد، والله أعلم يعني، وإن شاء الله يكون من الشهداء. يعني لا تقول تجزم أن فلان شهيد، يعني كيف عرفت أنه شهيد؟ يعني قال هو قاتل في المعركة يعني. طب وهل تعرف نيته؟ أنت لا تعرف نيته يعني. لذلك قل شهيد إن شاء الله، نسأل الله أن يكون من الشهداء يعني. لا تجزم يعني، لا تجزم بالشهادة أو بالصلاح. فلان من الصالحين، كيف؟ قال أنا والله رأيته ما شاء الله يعني يصلي ويصوم ويقرأ القرآن. أما المسألة بمسألة حسن الختام لا نعرف نيته. هل تعرف نيته أنت؟ الله أعلم بنيته، هل هو يعمل ذلك رياء أم يعمل لله؟ لا نعرف. لذلك نحسبه من أهل الصلاح، والله أعلم. لكن حقيقة النية في داخله هذا لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. نعم. فإن جبريل قال لي ذلك، رواه مسلم. حتى الشهيد يعني الدين، يعني لابد من أن تدفع الدين لأهله، لابد يعني الدين هذا خطير يعني. ذلك الإنسان إذا عليه ديون يقضيها قبل أن يذهب إلى الآخرة يعني، حتى لو كان قليلا يعني، لأن بعد موت الإنسان يعني الذين حولك ينسون يعني. إذا أنت لم تكن تهتم بقضاء الدين، هل سيهتم الذين بعدك يعني؟ لذلك لا تترك دينا عليك حتى لو كان مبلغا قليلا يعني، خاصة الدين يعني، هذا الدين مشكلة هذا. نعم.